بسم الله الرحمن الرحيم. شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وبصحة وسلامة يا رب. شوفوا يا سبحان الله الجو شلون انقلب والأجواء شلون صارت. طبعا البيت صار أظلم من وراء العاصفة، صار لها شهر بدون مطر. الجو كلش يعني ضايق، الرطوبة وحرارة كلش ارتفعت عندنا. فسبحان الله شلون صار الجو، وقامت تمطر طبعا مطر كلش قوي، عاصفة قوية، والحمد لله والشكر مطر ولا غير شي نقول عليه. فمطر خير الحمد لله. وهاي دا أصور لكم الأجواء اللي دا تصير يمنا. طبعا داريد أكمل مسواقي، داريد أسوي اليوم احتفالية العيد، عيد الغدير الأغر، وكل عام وانتم بخير متباركين بولاية أمير المؤمنين والثبات على الولاية إن شاء الله. فقبل ما هاي نعرف هاي الأجواء تصير عاصفة وبعدين تصفى إن شاء الله. هاي راح أنتظر لحد ما تكمل العاصفة حتى أطلع عندي أروح يعني أتسوق، أجيب يعني شغلات مال الاحتفالية، شوكليت وحامض حلو، وهاي تعرفون انتو هاي السوالف مال الاحتفالية بعيد الغدير. واروح نجيب كيك، وخلية النحل راح اسويها هي كاملة جاهزة، معلبات مثل ما اني مصورت لكم اياها، بس افتحها مختمرة واحشيها جبن، اي جبن عندكم. وشنو اخلي او جبنة يعني شلون مثلثات كيري، شنو عندكم، فلادليفيا، وتخلوها وبالفرن وتشووها، تخلوا لها عسل، تخلوا لها هذا سمسم، تزينوها كلش طيبة. احنا نحبها والأطفال يحبوها. فشوفوا الجو سبحان الله انقلب، والمطر كلش قوي. يخلص ونروح. هنا خلص الجو سبحان الله. شوفوا مثل ما تشوفون الأجواء ولا كأنما ماطرة. طلعت داريد أكمل مسواقي على مود أسوي احتفالية عيد الغدير. ورحنا للأسواق العربية على مود أجيب كيك. وراح أول شي أروح أشتري الكاندي وهاي الحلويات مثل ما تشوفون. جبت هذني ماكو الشوكليت بالكاكاو، هاي جبت الكيت كات شكو عندي، جبت أشكال لاني مثل ما تشوفون هاي يحبوها الأطفال ويفرحون بيها. ورحت أجيب سمك باعوا هاي الأسواق المكسيكية أو الأسواق الآسيوية على مود أجيب سمك. وراح أجيب سمك زبيدي، طيب السمك الزبيدي لأن ما لقينا سمك كارب. هاي الأسماك إحنا مدى نتقبلها، ما أعرف. هاي صورت لكم شوفوا طبعا هاي يشتروها كلش يحبون هاي الروبيان والجمبري وهاي الأسماك البحرية، شكو البحار يحبوه. فهاي النوعيات الأسماك اللي عندهم. أنا راح أجيب زبيدي لأن كلش مشتهي، نسوي تمن أحمر وسمك نقليه بالإير فراير، أو تحبون تقلاه بالدهن عادي. فإحنا راح اليوم غدانا إن شاء الله. جبت سمك زبيدي وراح نطلع على مود اشتري كيك. هاي هنا الأسواق العربية. طبعا هذا أبو الكيك كلش طيب ومشهور هنا بولايتنا، والكيك مالته كلش ممتاز. فعده هاي النوعيات مال الكيك. راح أخذ الكيكة بالنوتيلا لأن كلش نحب النوتيلا وطيبة. هاي النوعيات اللي عده. وهاي باعوا شغلات مال الكيك. هاي القطع أنا ما راح أخذ قطع، راح بس أخذت كيكة كاملة. وهاي دا أصور لكم إياها اللي موجود عنده بالكاونتر، وعنده بيتي فور، وعنده معجنات، وهاي البقلاوة وبرمة، كل شي موجود عنده اللي يحب. هاي هنا بولايتنا موجود. باعوا هاي تشكيلاتهم حلوة عجبتني والله، شكله يعني شكلهن وشغله يشهي ونظيف. هاي القطع الكيك موجود. عد فانيلا. هاي هنا
الموالح، عند البيتي فور، كل شي موجود. وهذا التمن الأحمر والسمك باعوا قليناه، وسمك وزلاطة وتمر وبصل أخضر وليمون، وخير من الله. هذا غدانا وسهمنا وسهمكم العافية يا رب. وهنا بديت أسوي التشكيلة مالت قلت لكم عليها خلية النحل. هاي هنا أنا قطعت سويتهن صغار وحشيتهن. شنو عندكم؟ جبن، أي نوع جبن، مثل كيري، مثلثات، حشوها وكملوها. وخليتها باعوا هنا بالبيض، دهنتها بالبيض والسمسم، وأخليها بالفرن. ومن تكمل أخلي لها شنو؟ عسل. إذا عندكم عسل، إذا عندكم شيرة، عادي أي شيء تخلوها. أنا عندي عسل وراح أخليها بالعسل. باعوا هنا بالبيض، تريدون تسووها بالبيض بالحليب حسب انتو اللي يعجبكم سووها. أنا بالبيض والله خفقتها وخليتها، وهاي طلعتها بالفرن. باعوا شلون شكلها يخبل. وعندي مثل ما قلت لكم عسل، هاي أضيفه فوقها هذا العسل الهني. تريدوها بالريوق، تريدوها بالعصرونية، كلش طيبة يعني ما تتصورون. احنا نحبها ويا قهوة، نحبها ويا شاي. وهاي هم سويتها دا أكمل احتفالية مثل ما قلت لكم عيد الغدير. وهاي شغلي، إن شاء الله عجبكم شغلي مال خلية النحل. هاي تريدون زايدة تخلوا لها عسل، تريدون خفيف، فأني شوية يعني لا هواية ولا يعني وسط. باعوا كلش طيبة. تريدون تصغرون الكرات، أنا يعني شوية سويتها لأن عندي هواية شغل. وهنا حضرنا وكملنا كل شيء يخص الاحتفالية مال عيد الغدير. شوفوا بنات، حطينا الشموع وبخور، وهاي الحلويات من شوكليت، من كيت كات، نساتل، حلقوم، شنو عندي جبته والحمد لله. شوفوا هنا هم سوينا، وصيت على بيتزا بالخضار وبيتزا بالجبن. وهاي مثل ما تشوفون الاحتفالية، وخلينا الشموع. أهم شيء فرحة الأطفال وفرحة العائلة والجو يعني الاحتفالية مال عيد الغدير. وإن شاء الله الثبات على ولاية أمير المؤمنين، وكل عام وانتم بخير. وهنا من خلصنا الاحتفالية طلعنا هاي الرقية. طبعا بنات شوفوا هاي الرقية سبحان الله، طبعا رقية صفرة تختلف عن الرقي اللي احنا متعودين عليه، رقي الأحمر. شوفوا قسمناها بالوسط على مود أشوفكم الرقية، بس ما تتصورون إيش قد طعمها طيب. شوفوا قسمناها بالنص على مود نشوفكم. سبحانك يا ربي على هذا الرقي. طبعا رقي حلو وتختلف عن الرقية المتعودين عليها الحمراء، حتى طعما وشكلا. هذا الرقي الأصفر عبالك أناناس، يعني أهلي شوفوا طبعا هاي عبالهم زردة، يقولوا لي لا هاي زردة أنت صابغيها صبغ اللوزينة.
والله كلش طيبة وشكلها حلو، بس احنا ما متعودين عليها هاي الرقية الصفراء. قلت خلي اشوفكم اصور لكم اياها. الاطفال يضحكون، اقول لهم هاي رقية. وهذا وقت المغرب. شوفوا سبحان الله، لا إله إلا الله، خلصت العاصفة والجو شلون صفى وحلو. طبعا كان قوس قزح طالع. إن شاء الله عجبكم الفيديو واستمتعتوا بيه، وأهلا وسهلا بكم ومع السلامة، وأشوفكم فيديوهات قادمة. تصبحون على ألف خير. باي باي.